بيتكلم معاهم فنيا، عارفين هو مين اللي بيكلمهم، مين اللي بيديلهم التعليمات. فدي نقطة مهمة جدا كمان، ان الراجل المدرب بيبقى قادر ان هو يوصل المعلومة، وكمان اللي يبقى اللعيبة بتاعته مقتنعة بيه. ارجع بيك بقى، كنا بنتكلم على عبد الله السعيد وحسام غالي. يمكن بعض التقارير الصحفية الفترة اللي فاتت، وده ادهشني بصراحة، يقول لك ده كابتن حسام غالي بيتدخل في التشكيل. يعني في حاجات كده بتتقال في توقيتات برضو ما تعرفش بتتقال ليه، والكلام ده ما بيحصلش في الاهلي ولا بيحصل من كابتن حسام ولا، لكن ليه؟ لا والله بص، انا هقول لك حاجه يا ايهاب. الحقيقه انت النهارده وانت ماشي في طريقك وانت محقق نجاحات، اعتقد ان برضك بتلاقي ناس عاوزه تعطلك يعني. لكن وانت بتتكلم على النادي الاهلي، يعني مع احترامي لاي حد، انت بتتكلم على النادي الاهلي. النادي الاهلي لا في عمر في تاريخه، لا عمر لعيب كوره اتدخل في تشكيل ولا اتكلم مع المدرب في تغيير ولا مش عارف الكلام ده. لا، غير موجود خالص بالمره، غير موجود بالمره. وهقول لك حاجه، ده لو يعني حتى اولا الراجل اللي جاي اسم كبير جدا كمدرب، مارتن يول اسم كبير طبعا، واخد بالك، لا يمكن هيسمح ان حد من اللعيبه يتكلم معاه. الحاجه الثانيه، اولا الجهاز مدير الكوره، اذا كان الكابتن سيد عبد الحفيظ او مدير اداره الكوره في النادي الاهلي الكابتن زيزو، ما حدش هيسمح يا جماعه، ما حدش هيسمح. بس احنا برضك المفروض ان احنا ما يبقاش في تعقيب على الحاجات دي، لان انت بتتكلم عن النادي الاهلي. النادي الاهلي معروف السيستم، اللي هو اي حد بيخش جوه النادي الاهلي خلاص دخل جوه النظام دوت، ومفيش اي مشاكل خالص. تابعت حضرتك مداخله الكابتن خالد بيبو معايا يمكن؟ هو بيتكلم يعني، وحتى كنت بعقب وحضرتك داخل بتتكلم معايا بتقول ايه الداعي منها دلوقتي؟ طبعا يعني حتى هقول لك حاجه، هو خالد بيبو انكر او قال ان ده ما حصلش، وحتى لدرجه ان هو قال ان هو ما عادش مثلا مع الدكتور الحقيقه في الفتره اللي هي قبل طول ما انا كنت لعيب كوره. يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه فلافيو الحقيقه وجilberto، انت يمكن قلت كلمه، انا في رايي ان فلافيو وجilberto وصلوا في مرحله من مراحل تعاقدهم مع النادي الاهلي ان هم بقوا زي ابناء النادي الاهلي اللي هم متربيين في النادي الاهلي بالظبط يا كابتن، زي بالظبط اللي عنده مثلا 12 سنه. إيه؟ شوف زيارتهم الاخيره فلافيو وجilberto، يعني زيارتهم الاخيره للنادي الاهلي وموجودين، والحب اللي هم موجودين بيه. شوف بيستقبلوا النادي الاهلي في انجولا لابسين كوفيه النادي الاهلي في بلدهم بالظبط. اعتقد ان ده طبعا يعني مستبعد خالص ان الحقيقه ان ده كان يكون حصل في اي وقت يعني، لان هم الحقيقه اذا كان جilberto او فلافيو، انا بقول لك ان هم جمهور النادي الاهلي حتى كان بيعتبرهم زي الناس المتربيين في النادي الاهلي بالظبط، تحس ان هم ابناء النادي الاهلي. وحته القلب حتى كانت عندهم بشكل يعني زي لعيبه النادي الاهلي اللي بيخاف على الفانيلا، اللي بيخاف على اسم النادي. هم وصلوا لكده الحقيقه، من اكتر اللعيبه المحترفه اللي جم النادي الاهلي ووصلوا او دخلوا في النقطه دي بالذات، حته الفانيلا وحته روح النادي الاهلي. الاثنين كانوا لعيبه كبار. ايه فايدته دلوقتي كمان؟ واولا هي ملهاش اي فايده خالص حتى. يعني ايه فايدته؟ طب انا هقول لك حاجه، جilberto وفلافيو خلاص الناس بطلوا وبعدوا عن الكوره في مصر. نفس الحكايه خالد بيبو راجل مبطل بقى له كام سنه وبعد عن الكوره، يعني ملهاش اي حاجه داعي ان هي كانت تصار في الوقت دوت الحقيقه. لكن طبعا يعني انا الواحد بيعقب، لان جانا على صفحتنا كابتن كلام كتير جدا ولازم ترده. يمكن انا جilberto وفلافيو كانوا معايا قريب في الزياره، وقعدت واتكلمت معاهم في حاجات كتير جدا. طبعا يعني كنت قريب منهم الفتره اللي كانوا موجودين هنا، ويمكن الاثنين شرفوني هنا في البرنامج. لكن بستغرب، لكن لما بيطلب منك ان انت شاهد بقى عين وتتكلم، بنتكلم. لا طبعا اكيد، وكنت لازم ترد الحقيقه، يعني مهم جدا كنت لازم ترد، لانك انت يعني اتقال ان انت كنت موجود في يعني انا حتى لسه كنت بقول الكابتن طارق السعيد كان طلع وقال ايهاب الخطيب كان قال لي رايح الاهلي. انا ببلغه ان انا كصحفي عنده معلومه اللي انت رايح هتروح ولا لا. يعني مع احترامي للجميع، انا مش هفرح ان انا وديت لاعب هنا او خدت لاعب من هنا او بتاع، ولا بتدخل في الحاجات دي. انا بتبقى احب المعلومه بالظبط، معلومه مظبوطه ولا لا، كوظيفه كمان يعني، وانت وظيفتك كده بالظبط. طبعا ان المعلومه دي اهم حاجه، والخبر والحاجات دي كلها دي حاجه مهمه جدا جدا يعني. كابتن رمضان، الاداء اللي احنا بنتكلم عليه في الدوري وانعكاسه بقى على منتخب مصر وهيكتور كوبر، عايز برضه اخد تقييمك للجهاز الفني لمنتخب مصر ومستر هيكتور كوبر والفتره اللي فاتت وتخطي العقبه الكبيره نيجيريا. طبعا يعني يمكن احنا يعني هقول حاجه، احنا للاسف الشديد يعني ال3 مواسم اللي فاتت
وصلتنا كمتابعين لكرة القدم وكجمهور، ان احنا مجرد وصلنا النهائيات الافريقيه ان احنا نتكلم بقى ان احنا عملنا انجاز ومش عارف ايه. بالعكس، يعني يا جماعه احنا ده وصلنا، ده الطبيعي. يعني احنا يعني ده الطبيعي ان احنا هنوصل. ده بالعكس، انت بتتكلم بقى لما توصل ان شاء الله باذن الله، واحنا بنسبه 98% ان احنا وصلنا انك ترجع بالبطوله. هو ده الانجاز يا جماعه. لكن احنا عندنا بالنسبه لي الحقيقه لتصفيات كاس العالم، ده هو ده المهم. المعترك بقى اللي احنا يعني هو ده المعترك. لكن الاساس لو ما عرفتش تاهل لافريقيا لا مش هتعرف تأهل لكاس العالم. الاول كنت ما تأهلش لافريقيا يقول لك احنا رايحين كاس العالم ازاي يا جماعه؟ احنا بنمتلك الموسم ده يا ايهاب الحقيقه منتخب او تيم كوره لمنتخب مصر على مستوى عالي جدا جدا، يعني موجود فيه كل العناصر الحقيقه. يعني عناصر، بتتكلم مثلا عناصر يعني مكسره الدنيا في العالم. محمد صلاح محمد صلاح والنني مكسرين الدنيا، ماشي بشكل كويس. يعني لعيبه مميزه جدا طبعا. جدا النهارده الحقيقه. محمد صلاح انت لما بتعدي من احسن المهاجمين اللي موجودين على مستوى اوروبا، يعني بالظبط داخل مثلا في حاجه من اسرع المهاجمين اللي موجودين في اوروبا. النني بيعمل واحده من افضل مبارياته مع الارسنال امبارح، النني عامل مباريات بشكل كويس قوي. النني يمكن انا بس عاوز، في ناس كتيره ما تحسش ان النني مثلا من اللعيبه الكبار. النني انا هقول لك حاجه، يعني عنده حاجه مش موجوده في اغلبيه لعيبه العالم. النني ما عندوش ميس باص. يعني دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. شوف بقى، رغم ان هو ديفندر بيعمل الاستخلاص بشكل كويس قوي، عنده كميات جري اكتر من اي لعيبه ديفندر موجودين طبعا في العالم. عشان كده هو مميز. وفي نفس الوقت الحاجه اللي هي مفيده جدا لاي فرقه هو موجود فيها، انه ما عندوش ميس باص، وبيقدر يعمل كمان المسانده الهجوميه اللي هي بيدخل نفسه في التسديد والحاجات دي كده. عنصر مهم جدا. يمكن الناس ما تحسوش قوي عشان هو مثلا مش دريبلر، ما بيعملش اختراقات بالكوره، مش مهاري قدام، لكن هو عنده مميزات الحقيقه. ان هو كمان بدليل ان هو موجود في تيم مثلا في الارسنال اسم كبير بالزبط. جدا في الكره الاوروبيه. لا ولعيب اساسي يعني بيلعب. وكون يا هابل ان هو زي انت بتقول سوري زي ما انت بتقول ان هو يبقى لعيب ستاندنج ولعيب اساسي جوه تيم الارسنال، ده حاجه كبيره جدا جدا جدا. عشان كده انا بقول احنا بنمتلك تيم كوره الحقيقه لمنتخب مصر على مستوى عالي جدا جدا جدا، وقادرين ان احنا فعلا الموسم ده يبقى الحقيقه ان احنا نوصل فعلا كاس العالم ان شاء الله باذن الله بالتيم اللي موجود عندنا. بس يمكن الفكر شويه بتاع الفكر الفني شويه لازم يثق في امكانيات لعيبته. لا احنا عندنا امكانيات لعيبه نقدر نعمل الناحيه الهجوميه بشكل محترم جدا. يعني شايف ان مستر كوبر عنده مجموعه من العناصر واللعيبه في منتخب مصر اللي يقدر يخلي الشكل في منتخب مصر بالشكل بتاعه الطبيعي اللي كنا فيه في 2006 و2008 و2010، الشكل الهجومي والكره القويه الفنيه العاليه لمنتخب مصر. بالظبط. احنا واصلين الموسم ده لتيم عالي، مستوى عالي جدا جدا جدا. نقدر باللعيبه دي كجهاز فني نفرض منحنا على اي فرقه في افريقيا. مين اللعيبه يا كابتن اللي بتشوفها في الدوري المصري تستحق فرصه في المنتخب في فرق غير الاهلي والزمالك؟ او برضه لو انت شايف حد في الاهلي والزمالك مش موجود في المنتخب، شايف مين اللعيبه اللي تقول لمستر كوبر بص على دول؟ يعني الحقيقه انا عندي في باك ليفت الوحيد بتاع المقاصه. انا في رايي لعيب مميز جدا جدا جدا، ولعيب بيعمل الواجب الهجومي والواجب الدفاعي بشكل مميز جدا. عمرو بركات انا في رايي لازم يبقى ليه دور الحقيقه في منتخب مصر. عمرو بركات لعيب مميز جدا، ولعيب يقدر يصنع الفارق. والعدد ده قليل جدا. يعني اللعيبه اللي بتقدر تصنع الفارق في اي مباراه ده عدد قليل جدا. عمرو بركات من اللعيبه ديت، ويقدر ان هو يبقى اضافه الحقيقه. نفس الحكايه بالنسبه للوحيد اللي هو الباك ليفت في المقص. دول ابرز يعني حضرتك شايفهم لان اللي موجود حاليا دلوقتي الحقيقه كلهم مجموعه مميزه جدا جدا، وكلهم لعيبه يعني انا في رايي عاملين موسم محترم جدا جدا وعاملين موسم هايل الحقيقه. طبعا في لعيبه كتير عامله موسم هايل، لكن الحفاظ بقى يا كابتن، اللعيب اللي بيحافظ على مستواه بشكل كبير، يعني دي اهم حاجه يا ايهاب. يعني ده يمكن اهم سؤال النهارده في حلقه النهارده، ان ازاي ان انا بوصل للفورمه بتاعتي وازاي احافظ عليها. زي بالظبط
ما بنيجي نتكلم مثلا على الجيل بتاع عماد متعب وبركات سيد وتريكه معوض وتريكه وشوقي والمجموعه طبعا. دي، المجموعه دي ما كانش عندهم اكتفاء. يعني بياخد الدوري النهارده، يجي مثلا يقول لك ايه يا جماعه احنا هنفرح النهارده بس، ويا جماعه ده مسابقه الكاس هتشتغل الاسبوع اللي اقفل جاي، الصفحه بسرعه، لازم نفكر في مسابقه بالظبط. الكاس. ياخد الكاس يجي يقول لك ايه احنا يا جماعه نقفل، واحنا عندنا بنكملين في بطوله الانديه الافريقيه. هو ده الطموح اللي بلا حدود يا جماعه. واللعيبه دي ازاي كانوا محافظين على نفسيهم، وازاي حافظوا على نجوميتهم، وازاي حافظوا على شعبيتهم موجوده موجودين في مصر. يعني كل لعيب من دولت اعتقد ان اخذ نجوميه واخذ شعبيه موجوده في مصر يعني كبيره جدا جدا جدا، بس مش بسنه. في لعيبه بيعمل موسم وخلاص انا عملت كل اللي عندي، وتلاقيه بيتغير، وتلاقيه مش بحث على نفسه، وتلاقيه بيسهر، وتلاقيه بيلخبط، وتلاقيه مش لا. انا النهارده اللعيب اللي بيوصل للنجوميه ده مفروض ان انا عشان احافظ عليها في حاجات كتيره جدا جدا، وفي حرمان كتير جدا 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 المفروض يبقى في حياتك، لازم ابقى موجود. دي ضريبه لازم. بالظبط كده. بالظبط. اللي عاوز يحافظ، بالظبط. اللي عاوز كام سنه بعد كده حياتك بقى، اللي عاوز بقى والله اللي عاوز. احنا كان واحنا بنلعب الحقيقه ايهاب كان معانا الكابتن حسن حمدي مدير كوره، قال لنا كلمه انا لغايه دلوقتي مثلا الكلمه دي مثلا من 30 سنه او حاجه تقولها للعيبه. في اي فرقه بقولها للعيبه بتاعتي، انك النهارده هتقدر انت هتقدر تعمل كل حاجه بعد ما تبطل كوره. عاوز تسهر اسهر، عاوز مش عارف تعمل ايه، عاوز اي حاجه عاوز تعملها هتقدر تعملها، لكن الحاجه الوحيده اللي مش هتقدر تعملها انك ترجع تلعب كوره. فبقول الكوره ممتعه، والكوره وخصوصا اللعيبه اللي بتوصل للنجوميه لازم تحافظ على نجوميتك. يمكن مثال، يمكن الموسم اللي فات الحقيقه في لعيبه كان مميزين جدا في الدوري المصري، مميزين جدا ونجوم في الدوري المصري، السنه دي ما لهمش تواجد. فيعني ده في اللعيب اللي قادر ان هو يحافظ على نفسه دي حاجه مهمه جدا جدا. اللعيب اللي قادر ان هو يحافظ على نجوميته دي حاجه مهمه جدا جدا في لعيبه الكوره. هكلم مع حضرتك على استعداد النادي الاهلي لمباراه حرس الحدود، واقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا. يمكن مارتن يول كان قاعد امبارح، الكلام ده مهم جدا وبعلنه لحضرتك، مع لعيبه النادي الاهلي، واجتمع بيهم واتكلم معاهم، قال لهم الفتره الجايه انا هدي لعيبه كتير في الكاس، وفي لعيبه كتير هتاخد فرصه ثانيه وهتاخد فرصه ثالثه، وبرده بعد حسم الدوري بشكل كبير هيبقى في لعيبه هتاخد. قال مش عايز حد يتكلم في حته قاعد على الدكه متضايق او مش مبسوط، ويمكن يعني انا بقول لحضرتك على مسؤوليه شخصيه، يعني شدد كده في الكلام ده واعلن العين الحمراء بشكل كبير جدا، رغم ان هو راجل باين عليه لايت ولذيذ وبتاع وكيوت وكل حاجه، لكن الراجل يعني شدد في الحته دي جدا، وقال اي حد عايز يمشي من النادي الاهلي او شايف ان قعدته على الدكه مش بسطاه، هنتكلم في الكلام ده في نهايه الموسم، واللي هيقول لي همشي في النادي الاهلي مش همسك فيه. ده الكلام انا على مسؤوليتي اتقال امبارح في اجتماع مارتن يول مع اللعيبه في بعد المران، ويمكن ده مهم قوي قبل مباراه الحدود. ايه رايك على الكلام طبعا ده؟ طبعا ده كلام مهم جدا جدا جدا، لان يمكن احنا متعودين الحقيقه طوال كل السنين اللي فاتت دي في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ فرقه الكره في النادي الاهلي، انك انت النهارده اللعيب اللي بيقعد، بدليل ان انت يعني هو اللعيب، انا في رايي ان من افضل اللعيبه اللي جم في تاريخ مصر محمود الخطيب. مش هيجي لعيب كوره ولا جه ولا هيجي لعيب كوره اخذ النجوميه بتاعه محمود الخطيب. لعيب كوره كان فز، يعني فز من الافزاز يعني، وكان بيقعد احتياطي، كان بياخد تلت ساعه وياخد نص ساعه وياخد شوط تاني. يعني ده انا اقول لك حاجه، ده احنا مثلا موجودين في الملعب والخطيب مثلا الملعب بيبقى فيه 100,000 ولا فيه 80,000 ولا الخطيب، نعرف ان الخطيب بيسخن لما نلاقي المدرجات دي هتقع. يعني بتترد. ولا عمرنا سمعنا ولا قرينا في جرايد ولا قرينا في اي حاجه ولا كلمه ان الكابتن الخطيب مثلا متضايق ولا كلمه ولا كلمه مبسوط. ولا كلمه. وكان ياخد التلت ساعه هو بيطلع نجم المباراه، ياخد الربع ساعه هو نجم المباراه، ياخد نص ساعه هو نجم المباراه. احنا اتعودنا على كده. وحب بينكم كلكم، معاكم نجم وانتم كلكم اخوات ومصلحه الكيان فوق الجميع. ولعيب النادي الاهلي يا ايهاب، لعيب النادي الاهلي لازم يعرف قيمه تواجده في النادي الاهلي. مهما كان النجم لازم يعرف قيمه تواجده في النادي الاهلي. واعتقد ان في لعيبه خرجوا من النادي الاهلي لعبوا مثلا موسم ولا حاجه ما استحملوش.
ما قدروش يستحملوا راحوا بطلوا مثلا كوره. فلا احنا كل اللعيبه، انا النهارده لازم يبقى في التزام مهم جدا جدا جدا. انا النهارده المدرب بيقول لي انا هاخد تلت ساعه، هاخد ربع ساعه، هاخد شوط، انا مش هلعب خالص. لا لازم يبقى في التزام. والله بيجي في نهايه الموسم بيبقى في تقييم من الجهاز الفني اللي لعبته، وفي نفس الوقت انا كلاعب كوره وانا كنجم بقيم نفسي، انا قادر ان انا اعمل استمراريه ولا انا اعمل وقفه. بالظبط. لو انا قادر ان اعمل استمراريه خلاص يبقى ما اتكلمش بقى. اعمل وقفه خلاص اعمل وقفه. لكن ما ينفعش ابدا في تاريخ النادي الاهلي ان حد يبقى قاعد على الدكه متذمر يعني. انا كنت عايز اعمل استمراريه بس الوقت بيجري معانا على طول، فنضطر نعمل وقفه عشان ناخد السيلفي. ايه رايك حضرتك؟ ماشي اتفضل يا كابتن. شرفتني ونورتنا يا ربنا كابتن رمضان. يخليك يا دايما انا بسعد سعيد بوجود جدا حضرتك. معاك. ربنا يخليك يا ايهاب. وبتشرف ان حضرتك بتنورني وبتشرفني يا كابتن. ربنا يخليك يا ايهاب. ودايما كده يعني بارائك الممتعه لكل جميع. الله يخليك يا ايهاب، الله يخليك يا حبيبي. يلا يا كابتن. ربنا يخليك يا ايهاب، الله يخليك يا حبيبي. نورت يا كابتن. ربنا يخليك، الله يخليك يا ايهاب. طبعا كل الشكر للكابتن رمضان السيد، واحد من المقربين جدا لقلبي ربنا وليا، يخليك لانه يا يعني انسان دايما تيجي تتكلم معاه تقول له في كذا كذا ايا كان الوقت يقول لك الحقيقه ويقول لك الصراحه، وده مش جديد على الكابتن رمضان ربنا السيد يخليك يا ايهاب. اللي ساعدنا وتشرفنا بيه، اللي كان موجود معانا. بعد انا اللي سعيد جدا ان انا موجود ربنا معاك. يخليك يا الله يخليك يا حبيبي. بعد الفاصل لسه مكملين فقره الكره الحلوه او الكره العالميه ونقيدنا الرياضي عمر عبد الله.